عايزه اقول لك لو دقت الكشري اللي انا عاملاه دوت والله العظيم بعد كده ما هتشتري تاني انت واولادك. عايزه اقول لك بوديكي في حته تانية. وخصوصا اهم حاجه في الكشري الصلصه. الصلصه دي بقى انا جبت لكم المكونات السريه والسر المهم انه بيتحط عليها محدش بيقول عليه، عشان لو قالوا عليه اساسا المحل بتاعهم هيقفل. فانت اساسا اعملي بقى الكشري بتاعك في البيت من مكون السر اللي انا حطاه، وكل اللي عليك هتخشي على قناه بلاش ظريفه تعملي احلى عدس بجبه زي ما انت شايفاه مفلفل من غير ما يعجن ومن غير اساسا ما ينهري معاكي، مفلفل زي ما انت شايفاه، ولا الحمص مسلوق زي ما الكتاب ما يقول، ولا البصل المقرمش زي ما الكتاب ما يقول من غير ما يشرب زيت، ولا المكرونه المفلفله دواما بنلاقيها من بره بتبقى سودا كده يا جماعه ومجلده، اما دي مفلفله وجميله زي ما انتم شايفين. شايفين المعلقه دي وانا باكلها؟ والله العظيم لا تدمني. انا ولادي نفسهم ما عادوش بيشتروا اساسا الكشري من بره، ادمنوا الكشري بتاعي. انا عايزه اقول لك انا بعمله 3 مرات في الاسبوع من جماله. وصدقيني بعد الفيديو ده مش هتحتاجي اساسا تشتريه. في الاخر اللي هيعمل الكشري ده يستحق ياكل محشي مش بيض. كل سنه وانت طيب.